القرص الطرية او القرص الخمرة او القرص الفلاحي بطريقة سهلة جدا. ال5 كيلو دي ليهم كيلو ونص من السمنة، بتكون سمنتها قليلة عن عجينة القراقيش او الكعك عشان بتكون طرية. وهياخدوا معانا 2 كيلو من اللبن الرايب، بيكون افضل يعني بيخلي طراوتها افضل. بنكون بقى مجهزين الطبق اللي احنا هنعجن فيه، حطينا السمنة تكون دافية وكمان السمسم والخميرة حطيناها واللبن. وهنبدأ نعجن كده الدقيق اهو اتنخل، وهنحط معاه برضو كيس من البيكنج باودر مع الخميرة اللي احنا ضفناها. حابة بقى تطعميها بشمر او ينسون بتحمصيه وبعد كده بنطحنه. دي كده منكهات للقرص دي، في ناس بتحبها وفي ناس لا بتكتفي بالسمسم بس. خلاص، يبقى المقادير القرص دي بتكون قليلة في السمنة شوية، غير مقادير التانية اللي هقولكم عليها. طبعا ممكن تعجني برضو بحليب يعني يكون دافي، لو ما لحقتيش ان انتي تروبي الزبادي او تروبي اللي هو اللبن وتخليه يروب بيكون افضل، بس تبقى تضربيه بالمضرب الكهربائي. فهنكمل كده عجن لغايه ما يلم معانا. احنا بنلم لم يا جماعه، ما ينفعش تبسوها، لو اتبست هتنشف مننا. فانت عايزاها تكون طريه، بتلمي لم فقط. يعني حطي المقادير كلها مع بعض زي ما احنا حطينا كده، الدقيق مع السمنه مع اللبن والخميره والسمسم. خلاص لما اتلمت معانا واتشكلت كده، هنسيبها بقى تخمر شويه، هتلاقيها اتفتحت بعد كده. ممكن تعملي من نفس القرص دي برضو قراقيش طبعا، بس القراقيش دي مش القراقيش اللي هي بتبقى ناشفه ومقرمشه لها عجينه تانية، لكن دي بتبقى قراقيش طريه شويه. فبنشكل منها زي ما احنا عايزين. طبعا احنا كنا بنكون كده لما كده مع بعضينا، كل واحده بتكون جايبه العجينه بتاعتها وبنساعد بعض، عشان انتوا عارفين المعجنات دي بتحب الايادي الكتيره، لان طبعا كل واحد بيعمل كميه بتكفيه، وممكن نحطها بعد كده في الفريزر عشان دي بتكون فيها خميره. خلاص جهزنا بقى السيجان، وقعدنا كده طبعا على طبلية وتلمينا حواليها، وبدأنا بقى نشكل شوية قراقيش بقى بنبدأ نلفها رول كده، لو عايزة تحشيها برضو مقلبا أو عجوة. وبعد كده بنبطها ونبدأ بالقطاعة أو العجلة اللي هي بتكون لها شكل مشرشر عشان تدينا شكل القراقيش اللي بتكون الأطراف بتاعتها مشرشرة. والقرص بنبدأ نشكلها ونسيبها برضو تخمر، بعد التقطيع بنسيبها تخمر تاني. وقبل ما ندخلها الفرن بندهن وشها زبادي، بنقوم ضاربين الزبادي كده نخفه عشان ميبقاش فيه اي تكتلات، وندهن الزبادي بالنسبه للقرص. بعد كده دي كانت عجينه بقى القراقيش والكعك. عجينه القراقيش والكحك بقى لها مقادير تانية، اللي هو كيلو دي بيكون له نص كيلو من السمنه، دي بتكون سمنتها اكتر من القرص الطريه شويه. يعني مقدار السمنه بيكون نص مقدار الدقيق. تمام. وبتحتاج سوائل قليلة جدا، يعني الكيلو بكل كوباية واحدة بس من اللبن الدافي مع الخميرة برضو والسمسم. وبنبس الأول طبعا السمنة بالدقيق، وبعد كده بنحط عليه المكونات السايلة في الآخر، مع السكر بقى يكون بودر يعني عشان ما يخرصش مننا. ودي بقى المنقاش بقى، وكمان القطاعة بتاعة الكحك الأشكال دي، والقطاعة التانية اللي على شكل قلب، والصبلهات. كل واحد بقى قاعد كده يشكل ويتفنن، وعيالنا برضو بيعملوا حوالينا. بيبقى لها طعم وفرحة، بتبقى لها ذكريات حلوة يعني معانا، زي ما احنا كنا صغيرين وكنا بنتجمع كده مع امهاتنا وجداتنا، وناخد كده قطعة من العجين ونفضل نشكل فيها ونلعب بيها. بتفضل عندنا ذاكرة حلوة قوي، او في ذكريات ما بتتنسيش ابدا. ربنا يفرحكم يا رب ويجعل ايامكم كلها فرح وسعادة. حبيت اشارك كده معاكم الفيديو في كحك العيد بقى والقراقيش والقرص والحاجات دي والذكريات الحلوة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم على خير فيديو جديد، وسلام عليكم.